هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا اهندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل. احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. آسر ياسين، جاي تشتغل ايه النهارده؟ مهندس معماري. اشمعنى مهندس معماري؟ انا كان نفسي الحقيقه لو كان في الجامعه اللي انا قدمت فيها الجامعه الامريكيه، لو كان في المجال ده اول ما دخلت الجامعه كنت هقدم في هندسه معماري، بس للاسف ما كانش فيه ساعتها. دلوقتي فيه، بس دخلت هندسه ميكانيكيه. انا برضو بحب الهندسه. وليه هندسه معماريه؟ لان انا بحب الجمال المعماري جدا، وبحب مختلف الثقافات والحضارات والهويات اللي كانت عندنا في البلد، او اللي احنا بنشوفها دلوقتي، سواء ممثله في الاهرامات او وسط البلد او بورسعيد او اسكندريه. كل الحضارات دي عندنا، فالجمال ده كان نفسي ان هو يتطور، او ان احنا نبقي عليه او نحافظ عليه، او ان احنا ازاي نقول ان احنا عندنا هويه مماثله في الحضاره اللي احنا عايشينها دلوقتي. بحب جدا، يمكن عشان بحب الرسم برضو، وبحب الجمال المعماري فعلا. انا شايفه في السي في فعلا بتاعتك ان انت عندك الموهبه بتاعت الرسم، وده يخليني اسالك انت النهارده لو عندك مشروع، ايه الاضافه اللي انت هتضيفها في المشروع ده من ناحيه الموهبه اللي عندك في الرسم؟ مشروع كايه بالظبط؟ كهندسه معماريه عندك مشروع مثلا قريه، هتصممها لنا ازاي؟ لا، هو انا عندي مشروع ممكن اقدمه، يعني مش لازم يبقى قريه. عندك انت معينين في عندي مشروع ممكن اقدمه، انت تقبليه ولا لا؟ احنا الوظيفه عندنا ان احنا عندنا قريه وعايزين لها مهندس معماري. القريه دي فين طيب؟ ممكن تبقى على الساحل مثلا. اوكي، هبتدي الاول طبعا ان انا اقعد مع الكلاينت او الزبون، واشوف جهه التعيين، اقول لها يعني اتعرف عليهم كويس جدا، اعرف ايه يعني بحب اعمل كل حاجه، حتى لو بتكلم على شكل زي الفيلم مثلا، بعمل كل حاجه بشكل كونسبتشوال او اصلي، يعني ان هو ده معمول ليه، في مكان ايه الطبيعه المحيطه بيه، شخصيه الجهه المعنيه بالموضوع ده ايه، الناس اللي هتعيش في الحته دي عامله ازاي، الناس المحيطه بالمكان ده هتبقى عامله ازاي، الجو. يعني هتعمل دراسه. ده اكيد، وده بالتالي شغل اي ناس، يعني معظم الناس يا اما بتدرس كويس قوي الاسلوب الحضاري اللي هي تعمله او المعماري اللي هي تعمله، وفي نفس الوقت بيدرسوا طبعا زي ما بتدرسي التربه، بتدرسي الخامات اللي هتشتغلي بيها، الحاجات دي كلها. وده انا بحب الحاجات دي كلها. في الاخر هتلاقي حاجه عندها شخصيه وعندها روح معينه، وده متمثل في حاجات كتيره جدا من الحاجات الموجوده. زي ما انت عندك مثلا دلوقتي الاهرامات، مقبره واتعملت لرمز معين لملوك وكهنه في بعض الاحيان، ففي روح طالع منها، او في شخصيه كاركتر ليها علاقه ليه ده معمول. لو قلنا دلوقتي في مشروع تطوير مباني قديمه زي المباني بتاعت وسط البلد، ايه الاضافه اللي انت ممكن تعملها في المباني دي؟ اول حاجه طبعا ترميمها. تاني حاجة ان الواحد يفضل باقي على زمانها، يعني ما يطورش فيها، ان هي بالعكس انا عايز اخليها بنفس شكلها قديم، بنفس المعمار، يعني هيكل خارجي، ومش هتطور من جوه المبنى نفسه في الشقق نفسها. المعماري بيبقى تصميم خارجي وداخلي ممكن، بس طبعا هترممي الجدران، الصرف، الحيطان، كل الحاجات، يعني الارضيات، لكن هتحافظ على هويتها اكيد. بس انا عندي مشروع نفسي اقدمه لكم بقى، انتوا مش عايزين تسمعوه بس انا هقدمه. اوكي، انا كان عندي نفسي مشروع ان انا عندي مشروع ده الحقيقه، راسم خط او بطول العرض مثلا على النيل، كل المباني، في مباني قبيحه جدا عليه، طورت ان انا عملت رسمت السكاي لاين، او ازاي المباني المفروض تبقى على النيل
على فكرة ده كان سؤالي الجاي، ان انت ازاي هتطور اجزاء معينة من مصر انت شايف ان انت ممكن تضيف لها لمسة جمالية. المشروع ده على الاقل لو انتم مش هتستفيدوا بيه، على الاقل هيبقى فيه لما يجي حد قرر ان هو نفسه يجمل الكورنيش النيل، احنا ممكن نشتريه من حضرتك يعني. اتمنى بس ان انتوا تبقوا على كفاءة ان انتوا عايزين تستفيدوا بحاجة زي دي. على الاقل لما يجي حد فعلا عايز يعمل مشروع زي ده يبقى مشروع موجود يعني. وده الحقيقة يعني انا عايز اتطرق له في المرحلة دي، في اول ان في ناس كتيره جدا في السنين اللي فاتت دي كلها كانت مهمشه، وكانت حتى لو ما كانتش مهمشه كانت بتشتغل، سواء بتشتغل خارج مصر او جوه مصر، وبتعد ابحاث وبتعمل كذا وكذا وكذا، في سبيل ان هو ما كانوش يأسين ان هيجي يوم من الايام حد هيستفيد بالشغل بتاعهم ده او الكفاءات دي. احنا عشان كده بنعمل انترفيو مع حضرتك النهارده، لان احنا حاسين ان انت عندك كفاءه وعايزين نخرجها. ابتديتوا تعجبوني يعني. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة أمان على الراديو 90-90. انت جاي تشتغل ايه النهارده على الراديو 90-90 مع همسة أمان. انا عايز اسالك دلوقتي يا ياسر، انت شايف نفسك كمان 5 سنين لو الوظيفه دي جات لك هتعمل ايه او هتوصل لايه؟ مرحله اكتساب خبرات، وبجانب شغل اكيد كنت عملته. المهم ان الواحد يفضل شغال وانه يفضل بيتعلم. انا دايما بقعد اراقب شغلي وبقعد اشوف انا عملت ايه واجود ازاي واحسن من ايه الحاجات اللي انا محتاج اشتغل عليها. هل هي حاجه ليها علاقه بسكيلز معينه لازم عشان شغلتي لازم تبقى اشتغل على تنميتها، بجانب طبعا ان انت لازم تبقى بني ادم صافي او يعني روحيا متصالح مع نفسك، او عندك جانب انساني لازم تبقى محافظ عليه عشان تعرف تعمل اللي انت بتحبه. كان في سؤال نفسك اساله لك وما تسالش؟ هتدفعوا كام؟ والله احنا مرتباتنا مش عالية قوي للناس اللي هم بيبتدوا معانا، بس اعتقد خلال 1 سنة او 2 لو انت يعني انجزت وابتديت تعمل مشاريع كويسة هننظر تاني في المرتبات بتاعتك. انا بس لو انتوا عايزين تعملوا المشاريع بتاعتي انا هعملها ببلاش، طالما انتوا مهتمين فعلا بالفن، انتوا مهتمين فعلا بالمعمار، ومهتمين انتوا عايزين تحافظوا على هوية البلد او نخلق هوية جديدة تحارب القبح اللي احنا عشنا فيه، اللي احنا للأسف الجمال ما بقاش سمة من سمات الحاجات اللي احنا بنشوفها. لذلك وجد القبح، ولذلك وجدت الموهبة والفن عشان نطور من ده. طيب في حاجة عايز تقولها لي قبل ما انهي حديثي معاك في الانترفيو؟ طبعا احب اقول لكل المستمعين كل سنة وانتم طيبين بحلول شهر رمضان الكريم. اتمنى ان السنة دي تبقى سنة سعيدة علينا كلنا، وربنا يتقبل منا كلنا الدعوات والتمنيات. الحمد لله احنا عدينا بفترة صعبة جدا في ال4 سنين اللي فاتوا دول، وفعلا متفائل ان احنا الفترة الجاية هيبقى مصر ليها شأن تاني خالص. واهم حاجة ان احنا كأجيال كتيرة جدا، مش بتكلم عن جيل شباب او جيل اكبر منه، ان احنا بنشهد اوقات مثيرة جدا ومهمة جدا، وبنخلق فعلا مستقبل انا شايف ان هو هيبقى مستقبل باهر ان شاء الله. ودلائل كتيرة جدا بتقول ان مصر ليها شأن عالي وبنتحارب فعلا. اتمنى ان احنا يحصل مرحلة تعاون، يعني تعاون مجتمعي، عشان نبقى متجهين على اتجاه قومي معين لمصر فعلا، مش عشان والحقيقة يعني دي حاجة بحسها جدا في المصريين، ان احنا ناس بنحب فعلا بلدنا، بنحب وجودنا في البلد دي، مش عايزين نسيبها. متشكرة ليك يا ياسر جدا، انا استمتعت جدا بالانترفيو معاك، وهنشوف الوظيفة دي اذا كانت من نصيبك ولا لا. ميرسي قوي ورمضان كريم. الله اكرم وكل سنة وانتم طيبين. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟
انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين je parle français comme les petits oiseaux. يا ليبي ده انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90.